انا جايب لكم درس جعفر العمدة في الحب، وانا وانت هنتعلم ازاي نعرف نحب بعد كده. يلا يلا. عارف ايه هو الحب يا عايدة؟ تصدق يا معلم كنت هزعل منك، بجيب الورقه والقلم استناني اكتب وراك. اتفضل. ايه هو الحب؟ الحب ده أقوى حاجة في الدنيا، ما بيدخل قلب الإنسان بيضعف. حب جليات. ثانيه واحده بس انا كتبت اول حاجه في الدنيا الحب، وفي نفس الوقت بيضعف قلب الانسان، بس جيت اكتب جليات القلم يعني كان بيعمل لي يعني ايه جليات يا معلم؟ وات اميننج جليات؟ ممكن توضح لنا جليات يعني ايه يا معلم؟ هل يا ترى ده قاموس حب جعفر العمدة ولا قاموس حب البشريه يعني عموما؟ يعني عايزين نعرف برضه، فاهم؟ يدخل القلب من غير استئذان، ولا حتى يعمل تليفون ولا يبعت رسالة. بيدخل قلب الإنسان بينوره. أول حاجة بيصاحبها الضحكة، أول حاجة بيطردها التكشير. الرساله ومن غير استئذان ولمبه وبتنور. انت بتتكلم على راوتر يا معلم. هو فعلا الراوتر بتاعنا لما بيقفل كل حاجه بتروح، الضحكه والرساله وكل حاجه، ما بنعرفش نتواصل مع حد. لما بقى بنشترك وندفع الاشتراك والنت بيجي، اللمبه بتنور واحنا بنضحك والتكشيره بتروح. اما الحب يا حاج كده، انا اخر مره حبيت واحده كانت بترن عليها، كان وشي باخد وضع احسن من اللي هو. انت فاهمني يا معلم؟ ده مش مواصفات حب يا معلم خالص. انت تقريبا فاهم ما دفعتش الاشتراك النت الشهر اللي فات، فانت محتاج فلوس. اكلم لك حد من شركه وي ولا ايه؟ بس كمل يا معلم كمل. الحب أحلى حاجة خلقها ربنا. ربنا هو الحب. الو معلم، بوظت اللي انا بكتبه بقالي ربنا هو الحب ازاي يا معلم؟ ربنا جاب لي حب الجمال وكل شيء، بس ازاي يعني؟ ما ربنا هو اللي بيخلق الحب في البني ادم، مش معلم. مساء الالحاد يا ابو عمو، ما توديناش في داهيه عشان كلمتين هتقولهم في مسلسل يا جعفر. الو. أنا بحبك. اصلا لا، ملهاش لازمه الورقه ولا لازمه القلم. يعني انت قلت ربنا هو الحب عشان تقول لي انا بحبك؟ معلم في كتاكيت صغيره وكلبوبات بيتفرجوا عليك يا معلم. يعني العيل دلوقتي هيروح يقول للبنت ربنا الحب، ربنا هو الحب وانا بحبك؟ يا نهار طين علينا مسائل الالحاد يا ابو عمو. يا جدعان بعد اذنكم، اي حد عارف اللي هو قاله ده صح ولا غلط دينيا يعرفنا، عشان الاجيال والكتاكيت الصغيره اللي جايه ديت لو اتعلقت بحب جعفر العمدة العايده اللي هي زينه، هنروح احنا كلنا في ذمه الله. يعني ولا متكفن ولا ضامن جنه يا جعفر العمدة. وفي اخر الفيديو يا جدعان ما تنساش تعمل لي فولو وتتابعني دايما على كل وسائل التواصل الاجتماعي. كان معاك اخوكم في الله محمود السعيد ببلانيلا. عيش سنجل يا ابني، الله يرضى عنك.